ابنك أو بنتك عنده غمقان في لون الرقبة، أو حللتي السكر التراكمي ال A1C وعدى 5.7، عرفتي خلاص إنه عنده مقاومة أنسولين؟ ما تقلقيش خالص، انتي في المكان الصح. كملي معايا لنهاية الفيديو وهقولك تعملي ايه. أنا دكتورة ساندي العسال وهنا ABC تغذية. هنتكلم عن 7 حاجات مهم نعملهم، وخصوصا نقطة رقم 7. حسب توصيات منظمة CDC العالمية لمنع إصابة الأطفال بمرض السكري، إن طفلك لازم يمارس رياضة يوميا لمدة ساعة، سواء كانت متصلة أو متقطعة على مدار اليوم. تاني حاجة، على حسب سن طفلك هتحددي حصته من النشويات، ولازم نستبدل الخبز الفينو أو الخبز الأبيض بخبز من الحبوب الكاملة، وننوع بين الشوفان والبليلة والفريك أو الفشار. لو هتسأليني، منصحكيش انك تمنعي النشويات خالص لان طفلك محتاجها. تالت حاجة، هنستبدل البطاطس المقلية ببطاطس مسلوقة او هنقليها في الاير فراير او في الفرن. رابع حاجة، هنستبدل العصاير بالفاكهة حتى لو عصاير فريش. خامس حاجة، عدد حصص الخضروات والفاكهة ما تقلش عن 5 حصص في اليوم، وهنديهم في المدرسة خضروات وفاكهة يوميا ونتأكد انهم بياكلوها. سادس حاجة، الحليب ومشتقاته ما يقلش عن 3 حصص في اليوم، وممكن ياخد حليب مع الفطار، ساندويتش جبنة، أو في العشاء ياخد زبادي. جينا الآخر وأهم نقطة، هي إن الولاد لازم تفطر قبل المدرسة، حتى لو واحدة فاكهة أو كوب حليب، أو نعمل لهم كرات الشوفان مع عجينة التمر والمكسرات وياخدوا منها واحدة بس قبل المدرسة. ونحاول نقلل ساعات تعرض أطفالنا للشاشات، وخصوصا الصغيرين منهم، لأن كل منظمات الصحة العالمية بتوصي بساعة ونص أو ساعتين كحد أقصى يوميا لتعرض الأطفال للشاشات. ولأن أهم حاجة هي صحة أطفالنا، قولولي في الكومنتات تحبوا الفيديو الجاي يكون إيه عن صحة الأطفال. مع ABC تغذية، اتعلم تغذية تكسب صحة.